اهلا بكم في قناتكم كورتنا. النهارده يا جماعه هنتكلم عن روبرتو باجيو. روبرتو باجيو واحد من اعظم اللعيبه الايطاليا اللي جت في التاريخ ان ما كانش اعظمهم، وده على مستوى اللعب وعلى مستوى الارقام وعلى مستوى الانجازات. طب تعالوا نتكلم واحده واحده. اولا على مستوى الارقام، لانه خامس هدافين الدوري الايطالي على مدار تاريخه، ورابع هدافين المنتخب الايطالي برضو على مدار تاريخه، واكتر لعيب ايطالي سجل اجوان في منافسات كاس العالم. ده بالنسبه للارقام. اما يا جماعه بالنسبه للانجازات، هنلاقي يا جماعه ان هو اتاخد ضمن فريق القرن اللي ضم 11 لعيب وده من قبل الفيفا، وكمان اتاخد من ضمن احسن 100 لعيب في القرن اللي فات. وعلى فكره يا جماعه هو الايطالي الوحيد اللي في القرن. بس يا جماعه تعالوا بقى نسيبنا من الارقام والانجازات وتعالوا نشوف الحكايه دي ابتدت ازاي. باجيو من مواليد 18 فبراير سنه 1967 في مدينه فيتشينزا في ايطاليا، وهو ده يا جماعه كان نادي مسقط راسه اللي هو اول نادي راح لعب فيه، وهو عنده 14 سنه 81، وللأسف جات له إصابة بكسر مضاعف في الساق. قعد سنتين يتعالج وعمل فوق ال10 عمليات على رجله، ورجع سنة 83. ومش بس يا جماعة رجوعه كان مهم، ده حط 48 جون وهو في قطاع الناشئين، وتألق تألق غير عادي اللي خلاه يخش منتخب إيطاليا الفريق الأول قبل ما يتم 16 سنة. سنة 85 راح مضى مع نادي فيورنتينا، واول ما راح وقع لنادي فيورنتينا تاني يوم اتصاب بكسر مفتت في الركبه وقطع كامل في الرباط الصليبي. الاصابه دي يا جماعه كانت هتقضي على حياته نهائي. قعد 2.5 سنين يتعالج، عمل فوق ال17 عمليه جراحيه، لان هو اعتزل كره القدم ساعتها خلاص. كل الناس قالت له انت مش هينفع تمشي على رجلك تاني، وفعلا كان ماشي على كرسي متحرك. وقعد مع العلاج الطبيعي مع الاصرار والعزيمه بتاعته قدر يرجع تاني بعد 2.5 سنين. يعني هو عنده 17 سنه جات له الاصابه، رجع وهو عنده 20 سنه. بس الاصابه دي سابت له عجز في الركبه الشمال بنسبه 30%، وكان عنده رجل اطول من رجل. بس نادي فيورنتينا عشان هو كان مآمن جدا بموهبته صبر عليه وفضل يعالجه لحد لما رجع. وفعلا يا جماعه اول لما رجع الدنيا اختلفت تماما بقى، لان هو رجع سنه 1988، واول لما رجع حط 6 اهداف في 20 ماتش. سنه 89 حط 15 جون في 30 ماتش، وقدر يوصل معاهم لنهائي الويفا كاب ضد اليوفنتوس، وخسروا بنتيجة الماتشين 3-1. بس كان تألق غير طبيعي. سنة 90 حط 17 جون في 31 ماتش، وانتهى الموسم بالفعل وقدر يخش القايمة بتاعة كاس العالم 90. يعني يا جماعة تخيلوا لعيب خلاص بيعتزل وإصابة منتهية وعنده عجز في ركبته ويقدر يعمل التألق غير الطبيعي ده، لا وكمان يخش كاس العالم. بالفعل دخل كاس العالم 90 وعمل مستوى عالمي، وقدر يحط جونين منهم جون في شمال ايطاليا لحد قبل نهائي، وطلع من منتخب الارجنتين. بس باجيو خلاص بقى ترند في ايطاليا، بقى مستقبل لعيب واعد. خلص كاس عالم 90 وساب معاها روبرتو باجيو نادي فيورنتينا وانتقل لنادي اليوفنتوس عشان تبتدي مرحلة جديدة في حياته ومرحلة جديدة من الابداع الكروي اللي هنشوفه بعد كده. ابتدى موسم 91-92 مع اليوفي بتألق غير طبيعي، وقدر يحط 14 هدف و12 اسيست. بس للاسف اليوفي معرفش ياخد الدوري. بس كان في نقطه فارقه هنا يا جماعه في حاجه. في الموسم ده كان اول ماتش اليوفنتوس هيروح يلاعب فيورنتينا في ملعب فلورنسا، وباجيو كان سبب ان هو يجيب ركله جزاء، وبالفعل خد ركله الجزاء بس ما رضيش يشوطها. ما قدرش يشوطها يا جماعه، مع ان هو كان هو المتخصص انه يشوط ركلات الجزاء. ما رضيش يشوطها من كتر حبه في نادي فيورنتينا، واتشاطت وضاعت. وهو طالعين الجمهور كان عمال يهتف باسم باجيو، لدرجة ان كان في حد رمى وشاح عليه اللوجو بتاع فيورنتينا. باجيو وط من الارض وخده. خلصت 91-92، دخلنا في موسم 92-93. التألق زاد، باجيو حط 18 جول و10 اسيست في 32 ماتش، وكان تاني هدافين الدوري. بس برضه ما خدوش الدوري، لدرجة ان باجيو طلع قال انا زهقت من المنافسات الصغيرة، انا عايز اخد بطولة. سنة 93 قدر باجيو يحط 21 هدف و8 اسيست في 27 ماتش، وقدر انه يقود اليوفنتوس ان هو يفوز باليوروبا ليج، وبالفعل خد الكاس، وقدر يحصل على البالون دور او جايزة احسن لعيب في العالم ساعتها، وكان برضو تاني هدافين الدوري. ولما يا جماعة روبرتو باجيو فاز باليوروبا ليج، طلع بعد لما استلم الكاس اهدى الكاس ده لمعلمه البوذي، لان هو باجيو اعتنق الديانة البوذية من وهو صغير. وده يا جماعه كان بيعمل له ازمات كتيره مع الجمهور. طبعا الجمهور كان بيحبه، بس كان واخد عليه جدا النقطه دي، لان دي يا جماعه اللي هنعرف اثرها بعد كده. جه موسم 94 قدر يحط 17 جون في 32 ماتش، وتألقه ده برضه خلاه يروح كاس العالم. وهنا بقى يا جماعه كرة القدم لما تعليك قوي
وفجأة واحدة تقع بيك مرة واحدة. كأس العالم دي كانت مفارقة غريبة جدا. ما تعدي الدور الأولاني لعبت نيجيريا في دور ال16، نيجيريا كسبانة لحد الدقيقة 40 من الشوط الثاني، تيجي الكورة روبرتو باجيو في الدقيقة 40 يحط جول يتعادل، يعمل بيلين في الوقت في الاكسترا تايم، تقدر ايطاليا تفوز على نيجيريا وتصعد لدور الثمانية. دور الثمانية باجيو ياخد الكورة ويرقص الجون ويحط الجون ويقدر ان هو يسحب ايطاليا لدور الاربعة. دور الاربعة ايطاليا لعبت بلغاريا، باجيو تألق غير طبيعي قدر يحط جونين اللي صعد ايطاليا للنهائي. فعليا يا جماعة لو افتكرنا كاس العالم ده هنلاقي ان لولا روبرتو باجيو ايطاليا ما كانتش عملت اي حاجة في كاس العالم ده، بس باجيو لوحده قدر يوصل بايطاليا لنهائي كاس العالم. لما جينا للنهائي باجيو كان عنده اصابة بتاعت الركبة اشتدت عليه جدا، وكان احتمال 90% انه ما يلعبش ماتش النهائي، والبرازيل بتاخد الاخضر واليابس قدامها، بتكسب كل الفرق ومقدمه مستويات عاليه جدا. كل الجمهور بقى قاعد بيدعي ويصلي ان باجيو يلعب، وبالفعل باجيو خد كميه مسكنات غير طبيعيه عشان يقدر ينزل الماتش لضربات الجزاء الترجيحيه، ودي كانت دراما كره القدم. فرانكو باريزي دخل يشوط، اول ضربه جزاء ضاعت، البرازيل ماشيه عماله تسجل، بعد كده مساره شاط الكوره ضاعت، والبرازيل متفوقه بضرب الجزاء. جه الدور على روبرتو باجيو. روبرتو باجيو لو ضيع ضربة الجزاء دي والبرازيل حطت اللي بعديها البرازيل هتفوز، لو باجيو ضيع ضربة الجزاء خلاص البرازيل فازت. يعني اذا يا جماعة ضربة الجزاء بتاعت روبرتو باجيو ما كانتش مؤثرة، مش هي اللي ضيع كاس العالم. باجيو دخل على ضربة الجزاء ضاع. موجة انتقادات غير طبيعية وجهت لباجيو، لدرجة ان اريكو ساكي ذات نفسه اللي هو كان مدرب منتخب ايطاليا طلع هاجمه وقال هو يا جماعة اللي ضيع ضربة الجزاء وهو اللي ضيع منتخب ايطاليا في كاس العالم. شعبيته بدأت تقل، وزي ما قلت لكم يا جماعة في نص الفيديو ان هو اعتناقه للديانة البوذية كان مخلي الجمهور فيه زي حاجز صغير بينه وبينه، فكل الجمهور قاعد يقول لك ما هو عشان كده هو لو كان صلى للعذراء زي ما صلى البوذا ما كانش هيضيع ضربة الجزاء. وطبعا الجمهور كله حمله ضياع اللقب، وانتهى كاس العالم 94 وبدأت شعبية باجيو تتهز جامد في ايطاليا، لحد ما بعد كاس العالم جاله قطع كامل في الرباط الصليبي وغاب 7 شهور عن بداية موسم سنة 95. مارشيلو ليبي قال لك انا مش هعتمد على باجيو اول الموسم، انا هحاول اخلي الفريق يلعب كورة من غير باجيو. وطبعا باجيو كان 7 شهور مصاب، والفريق فضل شغال لحد ما باجيو رجع بعد 7 شهور، وكعادته طبعا اول لما رجع تألق غير طبيعي والمستوى زاد وقدر يحط 8 اهداف و5 اسيست، واخيرا فاز بالدوري الايطالي بعد غياب 8 سنين. بس يا جماعه للاسف الفرحه ما اكتملتش، لان مارشيلو ليبي اخر الموسم قال لك انا مش عايز معايا روبرتو باجيو. اداره اليوفنتوس وقفت مع مارشيلو ليبي وقدرت تقلل الراتب بتاع روبرتو باجيو، لحد ما فعليا روبرتو باجيو قال لهم طب يا جماعه خلاص احنا كده تمام جدا، ابدا اشوف تحدي جديد، انا خدت معاكم الدوري وخدت اليوروبا ليج معاكم، ابدا اشوف تحدي جديد مع نادي جديد. وبكده انتهت حكايه روبرتو باجيو مع نادي يوفنتوس. تابعونا يا جماعه في الجزء الثاني عشان نعرف روبرتو باجيو عمل ايه بعد كده.